أهلا وسهلا بحضراتكم. جمعت أسئلة جفاف العين وهجاوب عليها مع حضراتكم. طيب، هل مرض جفاف العين مزمن؟ غالبا مرض جفاف العين مزمن، بياخد وقت عشان يحصل وبياخد وقت عشان يتعالج. هل جفاف العين شائع أكتر في الرجال أم في النساء؟ هو جفاف العين شائع أكتر في النساء، ده ليه كذا سبب. بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل، التغيرات الهرمونية بتاعة الحمل بتاعة الولادة، بعض الأدوية زي أدوية منع الحمل. السيدات أكتر في لبس العدسات اللاصقة، فهم عندهم قابلية أكتر إن يجي لهم جفاف عين. طيب، ما هي المدة الكافية للعلاج؟ طيب، الموضوع ده مختلف جدا. في ناس بيستجيبوا على طول وده بيكون عندهم الموضوع بسيط، وفي ناس بتحتاج ان هي تاخد وقت اطول وده بيكون الموضوع عندهم مزمن، او بيكونوا اتأخروا في التشخيص والعلاج بتاعهم بيكون اصعب وبيحتاجوا وقت اطول شوية. هل مرض جفاف العين خطير؟ لا، الحمد لله هو مش طوارئ في العين. هو مش خطير ومش مستلزم ان انت تروح قسم الطوارئ، وإن شاء الله بتعالج في العيادة. كيف يتم تشخيص جفاف العين؟ تشخيص جفاف العين بيتم تشخيصه بالجهاز بتاع الكشف، وكمان بيتم تشخيصه من شكوى المريض، وفي هيئات علمية بتعمل كويشنير أو استفتاء للمرضى، في كذا سؤال بيجاوبوا عليه ومنهم بتحدد مدى الحدة بتاعة الشكوى. وكذلك بقى في أجهزة تشخيص حديثة. هل أدوية علاج حب الشباب تؤثر على جفاف العين؟ نعم نعم نعم، زي أدوية النتلوك والايزوبروتريبونين اللي احنا عملنا عليهم حلقة قبل كده. دي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على الغدة الدهنية، لأنها زي ما بتنشف الغدة الدهنية بتاعة حب الشباب، هي بتنشف كمان الغدة الدهنية بتاعة الميبومين جلاندز الموجودة في الجفن والمسؤولة عن الترطيب بتاع السائل الدهني، الترطيب بتاع الدموع. وأضف إلى ذلك بعض الأدوية الأخرى زي بعض أدوية ضغط العين، الأدوية دي كونجستنت، أو اللي احنا زي الفايزين أو البروزولين بتاعت زمان، دي بتزود جفاف العين جدا. بعض أدوية الاكتئاب وعلاج الضغط وأدوية الحساسية. طيب، نصائح لمريض جفاف العين: أول حاجة إن أنت لازم تشرب مية كتير. لو بتقعد على شاشة الكمبيوتر لازم إن أنت تعمل التمرين بتاعت 20 كل 20 دقيقة استخدام للكمبيوتر معاها راحة 20 ثانية. تتجنب أشعة الشمس والتراب والأجواء المناخية السيئة. تلبس نظارة شمسية، تعمل كمادات مياه دافية على عينك، تقلل من استخدام الموبايل لو ملوش لازمة، ما تستخدمش الموبايل والكمبيوتر كتير. ونظبط الأكل بتاعنا يكون فيه فيتامينات وأوميجا 3، وربنا يشفيكم ويعافيكم، وطبعا مع نظافة طرف الجلد. هل يمكن الشفاء تماما من جفاف العين؟ هو بالنسبة لجفاف العين هو مرض مزمن. أنا شفت ناس اتبعوا بعض التعليمات البسيطة اللي احنا بنقولها زي الكمادات المياه الدافية وحسوا تحسن سريع وقوي. نقدر نقول إن في ناس بتخف وفي ناس الحدة بتاعة الموضوع بتفضل مستمرة معاهم لفترة، وربنا يشفينا ويشفيكم يا رب. هل يمكن لمريض جفاف العين عمل عمليات الليزك؟ ده معتمد والله. لو الموضوع بسيط نقدر، لو الموضوع متوسط أو قوي لا، يبقى لا يفضل عملية تصحيح الإبصار. والشيء بالشيء يذكر: هل عملية تصحيح الإبصار بتخلي واحد سليم تماما يجي له جفاف عين مزمن؟ لا، بيكون جفاف عين مؤقت وبعد كده بيخف إن شاء الله بالعلاج وبالقطرات. بس لو حد أصلا عنده جفاف عين، الليزك بيزود بس مش بينشئه. مش بي يعني الليزك ملوش تأثير على الغدة الدمعية أو الغدة الدهنية. طيب، هل هناك علاقة ما بين جفاف العين والذبابة الطائرة؟ لا يوجد علاقة مباشرة ما بين جفاف العين والذبابة الطائرة. جفاف العين مرض في سطح العين، والذبابة الطائرة عبارة عن بروتينات موجودة في السطح الخلفي أو في الجزء الخلفي من العين، وما فيش رابط مباشر ما بينهم. هل يمكن لمريض جفاف العين استخدام العدسات اللاصقة؟ أنا لا أفضل ذلك تماما، بل إن الاستخدام المتكرر والمتزايد والمستمر للعدسات اللاصقة ده حاجة من الحاجات اللي بتؤدي أو بتزود الشكوى بتاعة جفاف العين. أي الفصول أفضل لمريض جفاف العين؟ ممكن بعض الناس تفتكر إن هو فصل الشتاء، بس للأسف في ناس حتى فصل الشتاء بيكون مؤثر عليهم. ليه؟ لأن الجو الجاف لما بيكونش فيه رطوبة كفاية في الجو، ده بيأثر على جفاف العين جدا. وفي ناس تانية فصل الصيف بيأثر أكتر. ليه؟ لوجود الشمس، لوجود الأتربة، لوجود التيارات الهواء المباشرة بتأثر عليه. فهو نظريا فصل الشتاء، بس احنا برضو بنشوف ناس بتتأثر في فصل الشتاء بجفاف العين. هل جفاف العين مرض معدي؟ لا، الحمد لله هو جفاف العين مرض غير معدي. ما هو أبرز سبب لجفاف العين؟ حاليا في الوقت الحديث تزايد أمراض جفاف العين بسبب الاستخدام
المتزايد والمتكرر للأجهزة الإلكترونية، وده بيخلينا ما بنعرفش نعمل مش بنعرف نفتح ونغمض عينينا كويس. كمان التلوث بتاع الجو، وحاجة تانية ان احنا كل ما بنكبر كل ما بيزيد أعراض جفاف العين شوية. ما هو الفرق بين القطرة والمرهم والجل؟ هي كلها حاجات عشان تساعدنا عشان نتخلص او نقلل الشكوى بتاع جفاف العين، بس مدة الاحتفاظ بيها في العين هي اللي بتختلف. القطرة بتنشف على طول، على بعديها على طول الجل، بعديها على طول المرهم اكتر حاجة بتفضل في العين، بس المرهم بيأثر على الرؤية فعشان كده بنخليه قبل النوم. الجل ممكن نستخدمه بيفضل في العين فترة اطول، فمحتاجش ان انا اخده فترة طويلة. بس كانت دي اسئلة جفاف العين الشائعة. اشوفكم في فيديوهات تانية، مع السلامة.